لما الحارس مسك العارضة فجأة قبل ضربة الجزاء، ما حدا كان فاهم شو بالضبط عم بيعمل. اللاعب اصلا كان جاهز ليسدد وكل الملعب كان هادي، وبدل ما يجهز حاله الحارس بشكل طبيعي بدأ كأنه عم بيعمل حركة ما لها اي علاقة بالموقف. الحكم اللي كان واقف قدام هالاكشن ما تردد ولا ثانية واعطاه كرت اصفر وهو عم بيتنطط على العارضة. المدرب كان في حالة غضب ومصر انه حارسه ما كان بده يحاول يشتت اللاعب اللي بده يسدد. لاعبي الفريق كانوا كثير محتارين، والسبب مو عارفين كيف حارسهم راح يركز بعد هالكرت الاصفر. بس باللحظة اللي انعمل فيها ضربة الجزاء اخيرا تغير كل شيء. الحارس بدل ما ينزعج قفز بكل عزيمة وبام تصدى للكرة. تصدي استثنائي لكرة كانت متجهة للزاوية اليمين. الحركات الغريبة والكرت الاصفر والارتباك كلهم صاروا شيء ثانوي، لانه الاهم هو تصدي للكرة في الوقت الحالي. تصدي طلع من العدم باللحظة اللي الكل ما كان متوقعها.